أهلا وسهلا بكم. من يوم ما اتولدنا وإحنا مع كل انتخابات بنشوف المانشيتات بتاعة الصحف في مصر تتكلم على عرس الديمقراطية. هي تجرى الانتخابات فهي عرس الديمقراطية، تظهر نتيجة الانتخابات فهذه نتيجة عرس الديمقراطية، والكتاب يكتبوا على عرس الديمقراطية، وتبقى الانتخابات يعني فضلة خيرك كما تعلم وكما يعلم الناس كلها انتخابات مدورة من ساسها لرأسها، لكنها مع ذلك يطلق عليها عرس الديمقراطية. عرس الديمقراطية الحقيقي هو الذي شهدته تركيا بالأمس، انتخابات فيها رئيس الدولة وفيها عدد من المرشحين المعارضين له. فيهم واحد طبعا أبرز هؤلاء المرشحين اللي هو كمال كليشدار. فهذا الرئيس الدولة وهؤلاء المرشحين المنافسين له ما يعرفوش نتيجة الانتخابات إلا يعني لحظة الفرد، ولحظة الفرد أيضا صندوق بصندوق ولحظة بلحظة. ما هياش المسألة أنت عندنا في مصر مع أنه عرس الديمقراطية النتيجة بتبقى معلومة سلفا ومعروفة سلفا، وهي أنه قبل فتح باب الترشيح تقريبا بتبقى الناس كلها عرفت مين اللي فائز في هذه الانتخابات، لأنه المسائل بتبقى عندنا معروفة ومحسومة وما فيهاش وجع قلب. كلنا كنا امبارح على أعصابنا وإحنا مستنيين هذه النتيجة اللي هي انتصرت بها تركيا. الحقيقة ينجح اللي ينجح ويسقط اللي يسقط، لكن في نهاية الأمر فتركيا انتصرت وإرادة الشعب التركي انتصر، وإنه كل المرشحين بيخطبوا ود الناخب التركي، لأنه ما حدش في النهاية يقدر ينجح ولا يسقط إلا هذا المرشح، أو هذا أقصد هذا الناخب أو المواطن التركي صاحب الإرادة الحرة في هذه الانتخابات. طبعا ناس كتير جدا لما شافوا المشهد انبهروا. الناس كلها، العالم امبارح كان كله بيتفرج على هذه الانتخابات، لأنها الحقيقة الانتخابات اللي هي أثارت انتباه العالم بعد الانتخابات الأمريكية الأخيرة. الناس كلها برضو قعدت سهرانة الليل كله عبر قناة الجزيرة أو عبر غيرها من القنوات مستنية تشوف مين اللي هينجح في هذه الانتخابات، لأنه محدش يقدر يتوقع مين اللي ناجح ومين اللي ساقط. كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات التركية، مع إضافة مهمة جدا أنه الغرب كان واقف بيترقب منتظر سقوط أردوغان في هذه الانتخابات، وإحنا شفنا إزاي الصحافة الغربية تخلت عن موضوعيتها وبدأت تتعامل مع هذه الانتخابات على انها كما لو كانت بتجرى في عواصم غربيه. يعني الصحف الفرنسيه كما لو كانت هذه الانتخابات تجرى في باريس، الصحف البريطانيه كما لو كانت هذه الانتخابات تجرى في بريطانيا، الصحف الامريكيه كما لو كانت هذه الانتخابات تجرى في الصحف الالمانيه شرحه. وبالتالي كان العالم كله يترقب هذه الانتخابات، لانهم هم يعني بيحلموا حلمهم ومنى عينهم انه اردوغان يسقط في هذه الانتخابات. انما تظل الميزه الاساسيه انت قدام انتخابات، هذه الانتخابات انتخابات تنتهيها. هذه الانتخابات لفتت انتباه الدنيا كلها ولفت انتباهنا احنا المصريين، وتحصرنا على تجربه ديمقراطيه، اول واخر تجربه ديمقراطيه مرت بها مصر في انتخابات 2012 لما كان عندنا ثورة، ولما كانت الثورة دي أساسا دعت إلى الانتخابات، ولما كان الانتخابات اللي ترشحوا فيها ما تقدرش تقول مين هينجح ومين هيسقط إلا من باب التوقعات أو من باب الأماني، والتوقعات قد تصيب وقد تخيب. يعني في النهاية هذه التوقعات ليست قائمة على إنه حد هيزور ولا حد هيروح ولا حد هيجي. كذلك الأمر يعني في الانتخابات التي شهدتها تركيا. تركيا مش أول مرة الحقيقة تشهد انتخابات بالشكل ده، لأنه كل الانتخابات ربما هذا التحدي كان كبير شوية عن كل مرة، إنما كل الانتخابات في تاريخ تركيا من أول الجمهورية ما فيهاش تزوير. الأتراك ما يعرفوش التزوير. في كلام اتقال على إنه أول انتخابات شهدتها الجمهورية حصل فيها تزوير، لكنه ليس التزوير
المؤثر في العملية الانتخابية. وفي كل مرة كانت تجرى الانتخابات يحصل انقلاب أوكي، إنما ما يحصلش تزوير انتخابات. والميزة الحقيقية في عسكر تركيا، وهم حتى بيعملوا انقلابهم الحاد في سنة 1960 وبيعدموا عدنان مندريس، حتى في هذا الوقت انهم ما فكروش هم انهم يمسكوا الحكم، لانه الحكم كان ملقى على الارصفة، لكن هم رفضوا انهم يحكموا بشكل مباشر. انا خليني ورا ما هو من نوع من العبط الحقيقة انه العسكري يتقدموا للحكم، لانه هيخلي نفسه في مواجهة مع الناس على الفاضي، هيدخل في عشان خاطر يقدر يعمل تجربة جيدة قد يفشل. كلهم فشلوا الحقيقة، ما فيش حد فيهم ربنا نفخ في صورته، ما فيش انقلاب يعني عسكري ربنا نفخ في صورته. ف... وبالتالي هو عليه من ده بإيه؟ يعني عليه من ده بإيه إذا كانت المسائل إنه يستطيع أن يحكم من وراء حجاب، ويستطيع إن هو في حكمه إنه يتحكم. الجماهير عايزة فلان يجي هو بعد كده يعمل انقلاب على فلان. إيه اللي يخليه هو يدخل في مواجهة مباشرة مع الناس لما يعمل تجربة، والتجربة المؤسسة العسكرية تجد نفسها مطالبة بأنها تحميها، وبعدين عشان تحميها فهتبقى في مواجهة الشعب، فإذا بقيت في مواجهة الشعب تفقد عنها القداسة المفترضة. لما تفقد عنها القداسة المفترضة الناس تعاملها كما لو كانت قوات شرطة ما هواش قوات جيش، وتفقد الجيوش يعني أهميتها، وتفقد كرامتها بهذا الشكل، وتفقد هيبتها حتى في نفوس الناس لما تحكم حكما مباشرا، ولما تدخل مع الناس في مواجهة مباشرة. تركيا فضلت المسائل فيها تتطور لغاية لما جاء الوقت اللي حكم فيه أردوغان، ولما حصل محاولة انقلاب قبل كده كل الناس كلها أيضا سهرنا زي ما سهرنا الليلة اللي فاتت. الناس سهرت أيضا علشان خاطر تعرف إنه هيقدروا يحبطوا هذا الانقلاب ولا لأ، لكن الحقيقة تم إحباط هذا الانقلاب، وانتهى زمن الانقلابات العسكرية في تركيا، لأنه الشعب أثبت وعيا، ولأن القيادة أثبتت أيضا وعيا. أنا الحقيقة مش مع الناس اللي هم أساسا بيبرروا فشلهم بالشعب المصري، يعني ينتصر الأتراك أو تنتصر تركيا على الانقلاب العسكري وتحبطه فيبقى أصل الشعب التركي واعي، تنتصر يخرج الشعب الباكستاني لمؤازرة عمران خان فيبقى الرد على ده أساسا إنه الشعب الباكستاني واعي. الحقيقة أنا مش شايفها إنها يعني مش شايف إنه الشعب المصري قصر، لكن الحقيقة إنه في فرق في الأداء ما بين القيادات، سواء القيادة التركية اللي الراجل أساسا وكان مريضا هو أردوغان قال لهم يعني تعالوا على المطار، وكل الأسلحة اللي في الشارع دي أساسا ملك الشعب التركي، ولا تستسلموا لذلك. وكانت المسألة بهذا الشعب، قائد استطاع أنه هو يبقى موجود بين الجماهير بعد ما أذاع الانقلاب أخبار كثيرة جدا عبر وسائل إعلام متواطئة معه بأنه هرب إلى ألمانيا. أيضا الأمر ذاته حصل في باكستان، ونتيجة لذلك أنه المحكمة أصدرت حكمها بإخلاء سبيل عمران خان. المسألة الحقيقة لا، احنا كان عندنا اتجاه مختلف. يعني خلاصة القول هنا عشان خاطر ما ندخلش في جدل رايح وجدل جاي، خلاصة القول في هذا الأمر يعني حضرتك الشعب المصري ما قصرش معاك، انت قصرت في حق نفسك، انت افتقدت القيادة الحكيمة التي تستطيع انها تستغل هذا الغضب الجماهيري من اجل ان تحقق انجازا على الارض. يعني كلها الشعوب كانت واحدة الحقيقة، كل من الشعب المصري والشعب التركي والشعب الباكستاني الحقيقة كانوا على درجة من الوعي، يعني متفاوتة شوية، لكن هذا التفاوت ما هواش المؤثر إلى درجة تنجح هناك وتفشل هنا، أو تنجح هنا وتفشل هناك، وهكذا. سيبك من الليلة دي، إنما اللي حصل إنه
انت كنت قدام تجربة. الحقيقة هذه التجربة انا شايف امبارح ان القنوات المصرية تتعاطى مع هذه الاخبار بحالة من التردد، وبحالة يعني ده ما ينفعش اساسا انك انت يعني ده لابد انك انت تشتغل 24 ساعة على هذه الانتخابات، لانه العالم كله شغال عليها 24 ساعة، ولانه مش مكرمة يعني للاتراك انك انت تهتم بيها. الدنيا كلها مهتمة بهذه الانتخابات. طبعا مؤكد يعني على الرغم من المصالحة ولا غيره، لا هو عايز لا الامارات عايزة اردوغان ينجح، ولا القاهرة عايزة اردوغان ينجح، انما يظل ده برضو ما هواش الموضوع انهم كانوا مترددين في بتاع يجيب لك خبر يتعامل معها كما لو كانت يعني خبر عادي جدا في الحياة العامة. ليه؟ لانه الشعوب بتغير من بعضها البعض. يعني المصريين وهم يشوفوا تجربة بهذا الشكل قدامهم، ما خلاص انت يعني هو انت اساسا هو انت لسه فاكر نفسك انك انت متحكم في الاخبار؟ يعني اسمه دي القناه بتاعتك نيل للاخبار لو ما جابتش اللي بيحصل في تركيا، المصريين مش هيشوفوا اللي بيحصل في تركيا. يعني القنوات صارت على قفا من يشيل، والناس بقت مهتمه اهتمام بشكل مباشر، والقنوات الاخرى بتغذي يعني عندهم بتروي عندهم هذا العطش لمعرفة الأخبار. أظن أن ما جرى في تركيا ما كانش شغلنا احنا الشاغل، وإنما كان أيضا شغل الجميع الشاغل. والناس لما يبقى خبر بالشكل ده مهم بالنسبة لهم، مش هيستنوا إنه التلفزيونات المصرية إنها تهتم بيه. فأرض الله واسعة وسماؤه أيضا، وبالتالي الناس ذهبت إلى القنوات كلها وشاهدت هذه التغطية، لأنه القنوات برضو اللي كانت بتغطي كانت تدرك بتغطيتها أن الخبر مهم، وتعلم بتغطيتها إنها بتجذب الشريحة الأكبر من الناس اللي مهتمة بالفعل بهذا الخبر. في مصر طبعا خايفين قطعا من إنه التجربة تبقى مثيرة بالنسبة لهم، ولما الاستبداد يغري الأنظمة بأنها تبقى مستبدة. يعني لما يحصل انقلاب عسكري في السودان فالجماعة يبقوا سعداء في مصر. لما ليه؟ عشان كده هم مصرين يحكم برهان، ومصرين في السودان، ومصرين يحكم حفتر في ليبيا. وعلشان كده دول الخليج السعودية والإمارات والبحرين كانوا ضد الحكم الديمقراطي في مصر، هو خوفا من فكرة تصدير الثورة. حتى لو الثورة قالت انه احنا مش هنتصدر، فالقصة مش في قصة انه الثورة تصدر عبر رجالها، انما المناخ اللي هو بيدفع الى الغيرة. لما تشوف المصريين وفي كل مكان ارفع راسك فوق انت مصري، لما تشوف الدنيا كلها، لما شفنا وقرينا انه المصريين اللي كانوا يعدوا في مطارات الولايات المتحده الامريكيه مجرد ما يعرفوا لهم تصفيق حاد من الموظفين في المطارات، دنيا تانية وحاله تانية، وهي حاله مغريه بالانتقال. ارادت الثوره المصريه او لم ترد. لاجل هذا ولغير هذا كان التحالف من قبل قوى الشر هذه لاسقاط الحكم المدني المنتخب في مصر. ونجيب لكم واحد يفشل. طبعا انا لا اظن انهم كانوا متوقعين له كل هذا الفشل، انما شويه فشل كده عشان يبقى الحال من بعضه، فيفشل فشلا عظيما، وتبقى التجربه اساسا تجربه انه الناس تتحسر على انه احنا مرينا بالمشهد ده، مرينا بالشغلانه دي. بس الناس ما كانش عندها الحقيقه. تركيا يعني ما عندهاش لما حصل الانقلاب، ما كانش عندها البرادعي، ما كانش عندها حمدين صباحي اللي ما كانش عندها حمدين صباحي ينزل امبارح لما يلاقي انه في 2 هيعيدوا في الانتخابات. يعني طبعا هو لسه ما بنتش النتيجه بشكل رسمي لغايه دلوقتي، انما لما يبقى في 2 هيعيدوا في الانتخابات فينزل يحتفل هو بسقوطه، وتبقى المطلب لا خلوا الاستاذ يعيد، يعني خلوا حمدين يعيد الى اخر هذه النكته. كنا كل ما نقعد نقابل اخواننا اللي هم انصار حمدين الناصريين يقول لك حمدين هيعيد ازاي يا كباتن؟ يعني مرسي هيتنازل له، او مطلوب من مرسي انه يتنازل له اذا اراد ان يثبت ولاءه للثوره. ليه؟ الثوره دي بتاعت يعني خالد حمدين مثلا عشان خاطر يبقى هو المعبر الرسمي والوحيد عنها.
انما هم كانوا يقولوا كده حمدين هيعيد حمدين، حتى من الناحيه القانونيه يا جماعه ما ينفعش حمدين هيعيد، ولو تنازل له الرئيس محمد مرسي هيبقى زي تنازل محرم انجا امبارح او اول امبارح بعد اغلاق الباب. يعني انت هتروح تصوت الاصوات تروح له، انما طبعا هتبقى اصوات قليله نتيجه انه تنازل سياسيا. التنازل السياسي ما هوش تنازل قانوني، والنتيجه فكره التنازل هتوصل في النهايه انه يبقى كما لو كان الرئيس مرسي تنازل لاحمد شفيق، لا سيما وانه حمدين مش هينفع يترشح من الناحيه القانونيه. انما ما عندهمش هم الليله اللي كانت عندنا، الايام الزرقاء اللي كانت عندنا، والشخصيات الحاقده اللي كانت عندنا، والعبط اللي كان عندنا. البرادع امبارح يعني ربنا يعني نتعه بالسلامه، والنتع هذا لغه واصطلاحا يقال في اوضاع مختلفه، انما ربنا نتعه بالسلامه او اوضاع معروفه. نتع البرادع بالسلامه، وكان هذا النتع عبارة عن تغريدة كتبها فبيذكر بيها انه لما كان راح وقف، يعني كان جايب صورة اردوغان واقف في الطابور، رفض ان يتخطى الطابور، وقف في الصف، فجايب صورة اردوغان وهو في الطابور عشان يدلي بصوته زيه زي اي مواطن بيقول انا لما رحت ادلي بصوتي تم الاعتداء عليا، وكانت يعني الديمقراطية باينة من اولها. عايز يقول يعني الحالة الاستبداد، بيسخر يعني، بس هو ما عرفش يهزر فجت منه اوت. انما يريد ان يقول انه الديمقراطيه يعني الاستبداد كان يعني ما هوش ممشيش ولا حاجه، لانه تم الاعتداء عليه وراح يدلي بانتخابات في استفتاء مارس 2011. كلام الحقيقه كلام اهطل، كلام اما وانه كلام اهطل، لانه يعني انت لما رحت تدلي بصوتك في هذه الانتخابات اللي بعت لك ناس علشان خاطر يهزقوك قدام اللجان في يومها، بيقول لك لغايه دلوقتي ما بانش التحقيق. الله، ما انت كنت راجل نائب رئيس جمهوريه في فتره من الفترات، ليه ما طلبتش يعني الاطلاع على هذا التحقيق؟ انما الحقيقه البرادعي ما طلبش دي القضيه دي ولا طلب قضيه ثانيه، لانه كان تقدم ببلاغ ضد وزير الداخليه حين ذاك بتهمه قتل الشاب جيكا، يعني تقدم بلاغ للنائب العام. وبعدين هو ووزير الداخلية كانوا أساسا يعني كأسدي قصر النيل بالنسبة لعدلي منصور، قاتل المتهم وزير الداخلية المتهم بقتل الشاب جيكا الله يرحمه. طيب، وانت اساسا اللي عملوا لك العملة دي عشان يخوفوك من فكرة هم عارفينك، واضح انه كانوا عارفينك اكتر مننا، عشان ما تفكرش في حدود انك تدخل انتخابات الرئاسية اذا حدث. اللي عملوا العمل ده فيك المجلس العسكري اللي رحت اتحالفت معاهم في 30 يونيو وبتاع. فالمشكله مش لا مشكلتك مع الشعب ولا مشكلتك مع الاخوان ولا مشكلتك معانا، ده مشكلتك مع المجلس العسكري، والمجلس العسكري اللي انت اتحالفت معاه بعد كده لانك تصورت انهم هيعملوا انقلاب على الرئيس محمد مرسي ويجيبوك رئيس جمهوريه. فيعني لو كملت سكوت كان افضل. انت قدام تجربة الحقيقية، تجربة هتبقى لها ما بعدها. زي ما قلت لكم، ينجح اللي ينجح اردوغان، ينجح كمال كليشدار، ينجح اللي ينجح، لسبب مهم جدا انه الناس شافت تجربة في جيل اساسا ممكن ما يكونش كان وعيه ولم يتفتق في 2012، ده بقاله يعني اكتر من 11 سنة، يعني اللي عنده 10 سنين حين ذاك بقى عنده 21 سنة، واللي عنده 8 سنين بقى عنده مش عارفة قد ايه. فالناس شايفة تجربة قدامها، وهي تجربة ملهمة ومبهرة، اللي هتخلي اساسا انه او اللي خلت في الاساس انه الجماعة في القاهرة مرضوش انهم يهتموا او ترددوا بعض الشيء في انهم ينقلوا هذا الحدث المهم الى مشاهديهم، لانه الديمقراطيه معديه. الحقيقه هتقدر السؤال المهم جدا، مين هينجح في الانتخابات القادمه؟ الديمقراطيه يعني وقواعدها تقول لك انه مش معروف مين اللي هو ممكن ينجح في الانتخابات القادمه، يعني كل الحسابات اللي ممكن الانتخابات الحاليه، يعني قصدي في جوله الاعاده، كل الحسابات اللي ممكن تتقال هي من باب الاماني. وياما ناس الحقيقه
اللي هم دلوقتي بيقول لك ان اردوغان هيفوز. ياما هؤلاء الناس قالوا قبل كده لا ده مش اردوغان، يعني ده اردوغان هيفوز برضه في جوله الاعاده، لانه باني مواقفه على مواقف يعني باني مواقف الشعب التركي على مواقفه هو، والمساله الحقيقه مختلفه. اردوغان من البنائين الكبار، يعني انتشل تركيا من الفشل ومن الإهمال ومن التردي وحطها على مصاف الدول السياحية. لما 55 مليون في موسم السياحي العام الماضي، 55 مليون يروحوا تركيا السياحة، فده رقم كبير، لأنه تركيا فيها معالم وفيها دولة وفيها بلد وفيها وفيها ما فيها، يعني مش فرنسا اللي فيها شارع شانزليزيه يبقى معناها وبعد كده مفيش حاجه تانية. مش لا، ده دي في حيثما ذهبت هتلاقي، عايز تتعلم هتلاقي تعليم، عايز تتسوق هتلاقي تسوق، عايز صحه هتلاقي صحه، عايز تزرع شعرك لما تقرع ان شاء الله هتزرع السياحه العلاجيه، عايز تتفسح وتشم هوا هتلاقي هناك. والدنيا ما هياش غالية بالمقارنة بدول أخرى، بجانب أنه يعني هذه الدولة الناهضة التي نهض بها أردوغان في جيل جديد يا جماعة ما شافش ده. يعني ممكن احنا أردوغان تركيا بخلافنا، احنا الجيل المعوق لناس كبار السن اللي هم عايزين بقى يعني خليها تعدي. يعني انا ما اعرفش دلوقتي وجهة نظرهم ايه دلوقتي في حالة الافقار التي تمر بها البلاد، انما يعني اللي حاصل على ايامنا كان الجيل الكبير كبار السن دول هو المعوق لفكره الثوره، فكره التحول الديمقراطي، فكره حتى الاصلاح السياسي، وماله خليه بتاع عايز استقرار. في تركيا العكس، الجيل الكبير اساسا اللي شاف تركيا قبل وبعد متمسك باردوغان. الجيل الشاب اساسا في 5 مليون اساسا دخلوا من الانتخابات اللي فاتت لغايه الانتخابات دي، 5 مليون دخلوا وهو نزل بسن، وده ما كانش لصالحه بالمناسبه، انه نزل بسن من لهم حق الانتخاب، نزل به بهذا السن، وبالتالي بقت المساله بقى امام تحدي حقيقي لناس ما شافوش تركيا القديمه، انما شاف البلد بالشكل ده وبقى بيقارن بينه وبين دول الاتحاد الاوروبي. خلاص هو تجاوز فكره الدوله الفقيره اللي بقت كويسه، خلاص خلصنا من الليله دي لانه ما عصرهاش. فهو دلوقتي عايز يعمل نقله الى الامام، فمش راضي. في طبعا ارتفاع اسعار، في التحالف الدولي اللي حصل في مساله ضرب الليره. الحقيقه يعني الاقتصاديين يقفوا يقعدوا يلتوا ويفتوا في الموضوع دون التوصل الى اسباب حقيقيه لما يا جماعه. يعني بلد اساسا بتنتج معظم ما تاكله، يعني احتياجاتها الغذائيه في مجملها بتتزرع في عندها. ايه اللي وصل بلد بالشكل ده اساسا؟ يعني متقدمه في مجال الصناعه، متقدمه في مجال المشروعات، متقدمه، ايه اللي وصلها الى ان عملتها تنهار لكده؟ الحقيقه ما حدش يقدر يفسر هذا بعيدا عن نظريه المؤامره. فالناس مش عايزه تدخل هذا التحدي، او في اجيال جايه مش عايزه تدخل هذا التحدي من اجل اي شيء، انما من اجل يعني انك تدخل في سكه معركه الاستقلال الوطني والى اخره. انما مهما يكن الامر، طبعا فيه وجود سوريا على وجه التحديد، وفيه عنصريه لدى الناس، والى اخر التشابكات الاخرى. هو غالبا يعني في كل الانتخابات اللي خاضها اردوغان ما جابش اغلبيه كاسحه، هي الاغلبيه المريحه اللي هو النجاح على الحركرك. لو نجح المره دي هينجح ايضا على الحركرك، ولو سقط هيسقط لا قدر الله ولا سمح، لو سقط هيسقط برضه سقوط على الحركرك، ما هو سقوط ذريع. لا هو هينجح نجاح مبهر، ولا المرشح المعارضه هينجح نجاح مبهر. انما بعيدا على انه مين هينجح، لا انت عندك تجربه، هذه التجربه اللي تلاقي الجماعه في الغرب والاعلام الغربي، وهو يعني تحول الى قناه العربيه وسكاي نيوز عربيه والكلام ده، طالع يتحدث على انه اردوغان دكتاتور ولا بد من اسقاط هذا الدكتاتور. الرجل الوقح بتاع اسطنبول
لما بيقول انه اكرم امام اغلو لما بيقول انه هيسقط اردوغان والليله دي هنشحنه الى بيته، بس اوعى انا بحذرك من انك انت تعمل رئيس على مراتك. وقاحه ما بعدها وقاحه. لا راح زاروا دوار الفجر، وراح اتقبض عليه من بيته، وراح قدم الى محاكمه، ولا حد اعتدى عليه في الشارع، ولا تم تلفيق تهمه له، ولا اتقال نشر اخبار كاذبه، ولا اي شيء من ده. ثم ياتي هذا الغرب ليصف اردوغان بانه ديكتاتور، ويصف ويصفه بالمستبد والطاغية إلى آخر هذه الأوصاف، علشان خاطر المشكلة لا هي مشكلة ديمقراطية ولا غير. والغرب أساسا هو الراعي الرسمي للاستبداد في المنطقة العربية. يعني انتوا ناس مرتشين. يعني أدخن تخين فيكم تم شراؤه بصفقة. الولية بتاعت ميركل بتاعت ألمانيا صفقة 8 مليون دولار، تراجعت عن موقفها من ده انقلاب عسكري، في وصفته وتعاملت معاه على انه حكم مدني طبيعي جدا لمجرد صفقات. الصفقات اللي اتعملت مع الواد بتاع فرنسا ده واللي قبل منه الاثنين، هذه الصفقات التجاريه اللي حولت الموقف الغربي كله من واحد عمل انقلاب عسكري وحاكم بانقلاب عسكري وحاكم البلد بالحديد والنار ورامي أكثر من 60,000 في السجون وحارق جثث في الشوارع وقتل الناس في الشوارع. كل ده أيها الحمقى الغربيين تيجي تتجاهل إنك واقف معاه وتيجي تصف أردوغان بإنه دكتاتور. المعركة فين؟ المعركة هي معركة الاستقلال الوطني، لأنه أردوغان وصل إلى مرحلة إنه خلاص إحنا دولة كبيرة وما ينفعش إنه إحنا نوطيها لأي حد. ولك أن تعلم إنه قضية مسجد آيا صوفيا، يعني تحويله من متحف إلى مسجد، ده كان قرار في هذا السياق. أردوغان نفسه كان يستنكر اللي بيطالبوه بده في فترة من الفترات، لأنه لم تكن قد حانت ساعة إنه يعمل هذا القرار. أربكان وعد وقال إنه إحنا هنرجع آيا صوفيا مسجد من جديد، ومع ذلك تراجع. وكان عليه ضغط من الشباب اللي كانوا حواليه، كان منهم أردوغان، إنما جه ما قدرش يعمل الخطوة. وأردوغان نفسه شوف بيحكم من إمتى وما قدرش يعمل الخطوة. لكن لما جاه الوقت المناسب راح عمل. العالم هيتقلب عليك، قال لك يتقلب العالم. وراح في آخر حملته الانتخابية ذهب إلى هناك من أجل أن يقول للدنيا كلها إنه له مغزى ديني وله مغزى اللي هو لما تحول إلى كنيسة. كان هذا التحول لما تحول إلى متحف كان هذا التحول معناها أن تركيا كانت في لحظة من الضعف الشديد جدا، وها هو من جديد يعود إلى مسجد فيروح يزور. هذا في إشارة للعالم كله أنا حاطط واقف فين، وأنا واقف على أرض صلبة. حتى المعارضة كانوا يقولوا طب يعني لو راجل اعمل الخطوة دي. فلما عملها كل واحد حط لسانه جوه بقه ومحدش بيتكلم خالص. الحقيقة إنها تجربة ملهمة وتجربة لافتة وتجربة لها ما بعدها في أقطار عربية يعني تعيش في الاستبداد، ويظن المستبدون فيها أنهم مخلدون في أماكنهم، وإنه الديمقراطية وإن كانت في مرحلة من المراحل قاب قوسين أو أدنى فقد نجحوا في أنهم يبعدوها ويجعلوا بينها وبين الشعوب ما بين المشرق والمغرب. الوضع سيختلف بعد هذه الانتخابات مهما كانت نتيجتها. في نقطة مهمة جدا عايز أقولها، وهي دايما اللي بيحكم شعوب طواقة بطبيعتها إلى التغيير. يعني خلاص أردوغان حكم كتير جدا، في البعض ممكن يشوف إنه من المناسب إنه نجرب غيره. وأنا كنت أتمنى الحقيقة إنه يبقى أردوغان أصغر من كده شوية، لأنه لابد من إنه يبقى فيه تغيير هيحصل. لو ما حصلش الدورة دي هيحصل الدورة الجاية مهما كان النجاح. إنما لو كان صغير شوية وحصل نجح خصمه في الانتخابات، ممكن تبقى هنا الدنيا كلها هتتفرج
على هذه الحالة التي سيكون لها ما بعدها، لأن الناس هتتفرج على إزاي أساسا كان واحد زي أردوغان يعني ناجح ومتفوق وقدر يعمل ويصنع ويجعل بلده في مصاف الدول التي تصنع سلاحها، يعني مش أي حاجة، يعني مش مصانع الشيبسي ولا شيكلس، إنما نجح في ده. فيتفرج على 5 سنين تاني يحكم فيها حد غيره، لأنه الناس عايزة تغير. نغير يا سيدي وماله، وشوفوا اتفرجوا على بعد مني. وبعد كده أنا واثق إنه كان، إنما معلش سن يعني 68 سنة تقريبا، صحيح الثاني عنده 75 سنة اللي هو المنافس، إنما مهما كان يعني والأعمار بيد الله. فهي كانت تجربة المفروض إنه هو تحصل في شبابه عشان خاطر يبقى يقظ، وهو يعني وفي لياقته وفي شبابه، وهو ينظر إليها استعدادا لما بعدها. نتمنى الحقيقة إنه ينجح أردوغان في هذه الانتخابات، ونتمنى إنه ينجح أيضا، وده الجهاد الأكبر، في إنه يعني يشوف حد يمكن إنه يبقى بديل له في المستقبل وفي الانتخابات القادمة. وهو قال إنه دي آخر انتخابات هاخدها، يكون حد أساسا يقدر يلف الناس حواليه، مش على تجربة علي يلدم في انتخابات التركية. يعني الراجل يعني كان كبر، وده شاب بتاع المعارضة، وكانت وتم الزج بيه في خوض هذه الانتخابات، وما كانتش الحقيقة عملية سهلة أو مريحة، سقط فيها لأنه الاختيار كان خاطئا. نتمنى أن لا يكون اختيار رئيس الجمهورية القادم على هذا المستوى من الخطأ. أشوفكم فيديو آخر، والسلام عليكم.